اولا واهم حاجة واقوى حاجة في عناصر الفيلم نفسها هي الابطال. صحيح احنا ممكن بمنتهى البساطة كده نستنتج ان استخدام الابطال نفسهم عمرو يوسف ومحمد ممدوح كان بناء على نجاحهم مع بعض مثلا في افلام زي سلسلة اولاد رزق، ولكن هنا استخدامهم كهما الاتنين بس من غير المجموعة الكاملة كان استخدام موفق إلى حد كبير. وده ينقلنا لفكرة إن كل أبطال الفيلم بصراحة كانوا مأدين أدوار كويسة أوي، وعلى رأسهم أمينة خليل اللي لما حد بيسألني أحسن دور هي قدمته بقول إن الفيلم ده بلا أي استثناء دور خارج خالص عن المألوف اللي هي متعودين إن احنا نشوفها عليه. ومش بس كده، هي أدته بطريقة تحسسنا إن هي فعلا من البيئة ومن المجتمع اللي هي قدمته في الفيلم ده. يجي بقى في المرتبة التانية الناس اللي كانت أدوارها أقل شوية، ممكن نقول إن الفنانة يسرا دورها ما كانش كبير قوي، ولكن هي أدت في حدود مساحة الدور اللي هي بتقوم بيه في الفيلم. ولكن في الناحية التانية دينا الشربيني أدت الدور كويس، ولكن ما كانش ليها بصمة مختلفة فيه عن أدوار تانية كتير هي قدمتها.